السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حصل مع المنتخب يجب أن يكون عبرة لكل الشباب، عبرة لكل الناس، عبرة لكل مواطن تونسي. كيف يكون عبرة؟ الكفاءات الغير مهدية. هؤلاء اللاعبين مع الأسف لا يملكون الكفاءات. مع الأسف الشديد هناك بعض اللاعبين لا يملكون الكفاءات أصلا. قد يزعجني كلامه، لكن الحقيقة المرة، وهذا هو السبب الرئيسي وراء خسارتنا. عندما لا توجد الكفاءة أو المهارة أو الخبرة في الرياضة خاصة، يكون الخسارة هو آخر ما يحصل. عليكم دائما أن تختاروا الكفاءات. نحن لم نختار الكفاءات، وهذا هو السبب الرئيسي وراء الخسارة الكبرى. مع الأسف الشديد ليس لدي كلام، فقط ما حصل كان مؤسفا للغاية. مع الأسف الشديد، مع كل أسف، ما حصل كان مزعجا للغاية. لم أفهم حتى الآن لماذا فعل هذا المنتخب التونسي هكذا. ما المشكلة غير معروفة حتى الآن، ولا حتى الآن أحد يعرف السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة. كما قلنا، الكفاءة والخبرة غير موجودين، وهذا سوف يكون بمثابة ضربة موجعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.